ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف عن الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. بما ان المود دارك والحاله مش اروش حاجه، فحبينا نتكلم بقى جد المره دي. عملنا القهوه بتاعتنا. طبعا هي سقعت لان انا بقالي اكتر من ساعه وشويه بظبط السيت اب عشان نبدا تصوير، بس المهم يلا. زي ما احنا شفنا في عنوان الفيديو، هقول لك على 5 حاجات هتبوظ بيها صحتك، وخامس واحده انا متاكد ان انت بتعملها. نخش على اول واحده. اول واحده بجد، ان انت لو عايز تبوظ صحتك ان انت تاكل اكل، ان انت تكتر في الاكل السريع، تاكل من بره، تاكل حاجات مقليه، تاكل حاجات الفاست فود، تاكل الحاجات اللي من الكشك، بسكوت، شيبسي، الحاجات اللي هي كلها معلبه، سناكس، الحاجات اللي هي بتبقى جاهزه. كل الكلام ده سعراته عاليه جدا، الدهون اللي فيه مش افضل حاجه. فانت كده زودت وزنك، هيحصل مشاكل مع الوقت زي السكر، مشاكل في القلب، كوليسترول. فانت لو عايز تبوظ صحتك بجد، امشي زي ما انت في الطريق ده. كل بقى اكل جاهز من بره، فرايد تشيكن، بطاطس محمره، كل العادات الاكل السلبيه دي كلها ودي فيها طول ما انت عايز تبوظ صحتك. لكن لو انت عايز تحل المشكله دي، تقدر ان انت تاكل اكل البيت العادي جدا. الاكل معمول، هو هيبقى مثلا في الغداء رز وفراخ وشويه خضار، باميه، ملوخيه، كوسه، بطاطس، الكلام ده كله. بس طبعا بطريقه طبخ صحيه، طريقه طبخ ما تكونش فيها زيوت كتير، ما تكونش فيها محمر ومشمر والكلام ده كله. يعني اكل البيت كويس، بس طول ما هو معمول بطريقه صحيه، لان هو لو مقلي ومحمر ومعمول زي بره ما فرقتش. فكل اكل البيت، اكل البيت حلو، اكل البيت مفيد، اكل البيت عكس اي حاجه بره. اهتم بالخضار بتاعك، كل فاكهه، يعني كل خضار كتير، كل فاكهه بالمعقول، لان الفاكهه برضو فيها كارب، فلازم تكون ليميتد، محسوبه، مش سلاح مداح كده. تاني حاجه بقى، قله النشاط، يعني قله الحركه بتاعتك، ان انت ما تكونش بتتحرك. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى بجد تنهي على صحتك. فده لو انت عايز تنهي على صحتك، ما تتحركش، خليك قاعد في مكانك. وانا عشان صحتي غاليه عندي، فانا محتاج اتحرك، لان انا بقالي كتير قاعد بجهز السيت اب، فالموضوع كان صعب يعني. آه حاول 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 ما تاكلش وتقعد. حاول ما تفضلش قاعد. حاول لو انت شغلك بيحتم عليك ان انت تفضل قاعد على الاقل كل نص ساعه، قوم اتحرك، روح تعالى. لو انت شغلك جنب بيتك، لو انت نازل تجيب حاجه وعندك اسانسير وساكن في الدور التاني التالت، اطلع على السلم، اعمل مجهود. اعمل مجهود، اتحرك، ما تفضلش قاعد مكانك، ما تفضلش مقلل في حركتك، لان كل ده غلط. غلط عليك، غلط على اول حاجه فقراتك، ان انت طول الوقت قاعد كافي نفسك على اللاب، كافي نفسك على الموبايل. انت ما بتحرقش، انت عمال تاكل بس، تاكل ما بتتحركش، بتاكل ما بتعملش مجهود. ما تقعدش، ما تقعدش وتحرك. اعمل حاجه لنفسك، اعمل حاجه لصحتك، ما تفضلش قاعد كده وبس. نرجع بقى نقعد تاني. تالت واحده بقى، لو انت الاتنين اللي فاتوا ما كفكش ان انت تبوظ صحتك، فدي هتبوظ صحتك، وهي قله النوم. ان انت ما بتعرفش تنام كويس، او بتفضل سهران وبتنام في مواعيد مختلفه، بتنام بالليل جدا، تصحى بعد العصر. الحاجات دي كلها مش احسن حاجه، لان قله النوم بتاثر على كل حاجه في جسمك. مناعه، تركيز، ان انت تبقى فايق في شغلك، ان انت تقدر تكمل. لو انت تعبان، محتاج ان انت تريح، محتاج ان انت تنام بعد بعد يوم شغل طويل، يوم دراسه، يوم جيم. فانت النوم هو العامل الاساسي، ان انت تصحى تاني يوم كانك بتعمل ريست كده، او ريستارت لجسمك كله، عشان تقدر تكمل لتاني يوم. فانت لو ما نمتش كويس، ما نمتش عدد ساعات كافي، اللي هو من 6 ل 8 ساعات، انت ما فيش تاني يوم طاقه، ما فيش باور، ما فيش حاجه هتقدر تعملها وانت فايق. فعشان كده قله النوم بتجيب اكتئاب، بتعمل قلق، توتر. فانت لو عايز تحل الموضوع ده، ما تشربش قهوه كتير، شاي، تمسك موبايل لفتره طويله قبل النوم. كلنا بشكل عام بننام والموبايل في ايدينا، ماشي. بس يعني علاقتنا مع الموبايل، او علاقتنا مع اللاب، او علاقتنا مع الشاشه التلفزيون، احنا الاثنين دايركتلي بروبورشنال. يعني طول ما انا فضلت ماسك الموبايل، طول ما انا فضلت سهران، طول ما انا مش عارف انام. فانت لو حطيت لنفسك ليميت، ان هو لا، انا بنام في الوقت ده وبصحى في الوقت ده، هتلاقي ان كل ده اتظبط. ابدا اسحب نفسك من الموبايل، اي شاشه، الكلام ده كله. ابدا اسحب نفسك بدري. طول ما انت مثلا، لو انا هنام 10، انا هبدا اخف الموضوع ده من 8، من قبلها بشويه كمان. هبدا واحده واحده كده، اصفي دماغي عشان اهيئ لنفسي
ظروف كويسه للنوم عشان اعرف انام كويس، انام ما اخدش وقت طويل عقبال ما انام، عقبال ما احاول انام واحط راسي على المخده واتقلب يمين وشمال والكلام ده كله. فعشان تعرف تنام كويس اعمل بقى كل الكلام ده. ما تشربش كافيين قبل النوم مثلا من 5 ل6 ساعات. يعني ما الناس اللي بتقعد بقى تشرب قهوه ومعرفش ايه وشوت في التاني في التالت في الرابع بعدها تقول انا مش عارف انام ليه. ده السبب. ده السبب. شفت عمايلك، شفت يعني حوالين ندور إيه المشكله ومش عارف تنام وي وي وبتاع، وفي الاخر انت عملت ضارب زير اصلا قهوه قد كده. ارحمنا ارحمنا ارحمنا. والمسج دي لواحد صاحبي بالذات اسمه زياد. يعني فوق فوق فوق. انت مستغرب سهران لحد الساعه 4 الفجر ليه؟ ما انت قاعد شارب قله قهوه قد كده. ده يا صاحبي. رابع واحده بقى، عشان حاسس ان احنا طولنا قوي، فرابع واحده ان انت ما تشربش كميه ميه كويسه. دي من ضمن الحاجات اللي بتدمر بيها صحتك على المدى البعيد وعلى المدى القريب. زي ما احنا عارفين الميه سر الحياه، فكل حاجه معموله من الميه وكل حاجه اساسها الميه. فانت لو ما فيش ميه في جسمك، لو انت مش بتشرب ميه بشكل متوزع على مدار اليوم، او بتشرب ميه بشكل عام وميه في جسمك قليله، او انت من الناس اللي ما بتحبش طعم الميه، الناس اللي ما بتعرفش تشرب ميه على مدار اليوم، فانت كده بتاذي نفسك، تاذي كليتك، تاذي جسمك ان هو يبقى ريفريشد كده. لان انت اصلا قله الميه بتزود التعب، الارهاق، الجفاف. هتلاقي دايما ريقك ناشف، هتلاقي ان انت مش عارف تكمل اليوم. الجسم محتاج ميه عشان يشتغل صح، الجسم محتاج ميه عشان يركز، الجسم محتاج ميه عشان الميه داخله في كل حاجه، داخله في التركيز، داخله في الهضم، داخله في انك تبقى مفوق طول اليوم. فقله شرب الميه بجد هتعمل مشاكل كبيره جدا. عشان كده انا بنصح اي حد ان هو طول ما هو قاعد يخلي جنبه حاجه تفكروا بالميه. طبعا انا دي اشهر من نار على القلم، الزمزميه بتاعتي. طول ما هي جنبي انا بفتح. موضوع سهل، ما فيهوش حاجه معقده يعني. في ناس ما بتحبش طعم الميه. انا بستغرب صراحه من الناس دي، بس ماشي يعني. الناس مختلفه عن بعضها، فما ماشي يعني. انت لو ما بتحبش طعم الميه في طرق كتيره ان انت تقدر تحلها يعني. وفي طريقه كده انا بصراحه ما بحبهاش، حاجه زي السو بلس والفليفر اللي انت بتحطه في الميه يديك طعم فاكهه، يديك طعم معرفش ايه الكلام ده كله. الحاجات دي بشعه يا جدعان، الحاجات دي بشعه. اي نعم اللي يقول لك دايت وزيرو كالوري انا يعني على عيني وعلى راسي، بس الحاجات دي كلها الوان. الحاجات دي انت لو بس حاطط نقط على ايدك ما بتطلعش. فانت ما بالك بقى معدتك، الجهاز الهضمي بتاعك لما نزل فيه الكلام ده حصل فيه ايه يعني. لما انت، انا فاكر ان انا جربتها مع حد من صحابي بجد، بوظت هدومي، بوظت ايدي، ما بتطلعش بصابون، ما بتطلعش بكحول، ما بتطلعش باي حاجه. فبلاش الحاجات الفليفرد اللي فيها الوان صناعيه كتير، لان بجد الحاجات دي اسوأ من ان انت ما تشربش ميه. يعني انت خليك ما تشربش ميه، بالنسبه لنا احسن بكتير من ان انت تحط حاجات زي كده في الميه. انت كده بوظت الدنيا. في ناس ما بتحب اي حاجه تكسر بس طعم الميه. انا ما عنديش مشكله، ممكن بقى تقطع شويه ليمون، شرايح ليمون تحطها في الميه، شرايح برتقال، اي فاكهه انت عايزها، اي فاكهه انت بتحبها بس تبقى فاكهه طبيعيه، قطعها شرايح وحطها. ما بتحبش الميه يا سيدي، كل فاكهه، كل خضار. يعني كل اي حاجه فيها هاي كونتنت اوف ووتر عاليه جدا في الميه. اي حاجه فيها فايبر هتلاقي ان هي هتبقى فيها كميه ميه كويسه جدا. بس دي كانت نصيحتي بالنسبه لموضوع الميه يعني. خامس حاجة وهي آخر حاجة، واللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الفيديو، إن هي أصعب حاجة وأكتر حاجة خطر، واللي أنا شفت أغلب الناس بتعملها تقريبا، مفيش غير أنا اللي بيعملها، وهي إن أنت ما تفطرش. أغلب الناس بتنزل من غير ما تفطر، تروح شغلها، تروح الكلية، تروح كذا كذا، تعمل مشوارها من غير ما تفطر. في ناس تصحى من بدري تفطر تتغدى على طول، في ناس بتصحى ما بتفطرش. فأنت أنت بدأت يومك، بدأت عملت نشاط، اتحركت كذا كذا كذا، ومستني تركيز، مستني باور، مستني كل حاجه، ازاي وانت ما فطرتش؟ يعني ازاي وانت ما دخلتش لجسمك الطاقه اللي تديك طاقه؟ يعني ازاي ما شحنتش عشان تشوف باور؟ فانت وجبه الفطار هي اهم حاجه تعملها في يومك بعد ما انك تصحى تصلي طبعا. فانت لو ما فطرتش هتحس بالجوع طول اليوم. ده ممكن يخليك تاكل اي حاجه غير صحيه بقى. يعني ده اللي هيخلينا نرجع لاول نقطه تاني، ان انت تاكل اكل من بره. واحد يقول لك انا ما بفطرش والله، هنزل هجيب لي اي حاجه كده في السريع وبتاع طب ما الاكل بسيط، الفطار ده بسيط جدا، ابسط حاجه ممكن تعملها. مش عارف تعمل مثلا بضايه في توست او بضايه في عيش الصبح، خلاص شويه جبنه، سندوتش فول، اي حاجه يا جدعان. ما حدش ينزل من غير ما يفطر،
محدش ينزل من غير ما يفطر، اغنيها محدش ينزل من غير ما يفطر. افطر اي حاجه بسيطه وانزل. لو انت ما عندكش وقت انك تفطر، لكن فطارك العادي عشان يبقى فطار كويس، عايز تفطر اي حاجه بقى. انت بتحب البيض افطر بيض، بتحب الجبنه افطر بيض مع جبنه، عايز فول ما عندكش مشكله في القولون افطر فول. زيع مع الخضار، خلاص انت كده تمام يا باشا، انت مأمن دنيتك، انزل وعيش. ما عايز حاجه خفيفه بس انت هتفطر تمام، خد وجبه شوفان باللبن مع موز، شوفان باللبن مع اي حاجه، زبادي بالشوفان، اي حاجه، المهم ان انت ما تنزلش من غير فطار. دي كارثه، دي كارثه كبيره، زي ما قلنا هيضيع تركيزك، هتسال انا ليه مش مركز، ليه بهبط، ليه بعمل، ليه ما انت قاعد طول اليوم من غير ما تفطر داخل على غدا على طول. انت بوظت اصلا. يعني انت لو قاعد طول اليوم جعان ودخلت على الغدا كلت وجبه تقيله جدا، انت بوظت الانسولين بتاعك، انت بوظته. لان انت برضو لو كلت وانت جعان هتجوع اكتر، لان انت مخك مش هيستوعب انا ما اكلت ولسه جعان، لان انت هتبقى في شراهه للاكل وداخل على غدا، هتهبط اكتر. فانت خليك خد وجبه فطارك، بعدها خد سناك مثلا في نص اليوم الاولاني، بعدها اتغدى، بعدها خد حاجه صغيره قبل ما تنام، هتتعشى خد حاجه صغيره وتعشى. لكن ما تسيبش نفسك انك تقعد طول اليوم او تقعد فتره كبيره من غير فطار، او ان انت تبدا يومك من غير فطار. انا واحد عن نفسي ما بينزلش، ما بيعملش حاجه في يومه غير لما بيفطر، ودي ميزه وعيب شويه. انا واحد ما بيتحركش من سريرنا غير لما يكون الاكل جاهز، بعدها هبدا بقى اجهز لو انا رايح مشوار كذا كذا كذا. لكن الاكيد ان انا ما بنزلش من غير ما افطر، ولو هنزل من غير ما افطر يبقى حاجه كريتيكال قوي، حاجه ايرجنت، وهروح يا اما معايا فطاري هفطر هناك، يا اما انا عارف ان انا هاخد حاجه يعني هاخد حاجه تشغلني لحد ما اوصل او ايا كان بقى يعني، وما بعملهاش كتير. فنصيحتي ان انت ما تاخرش فطارك، دي هفضل اعيدها مدى الحياه، لان الفطار هو اهم حاجه في اليوم. وطبعا كلنا عندنا الخمس عادات السيئه دول بنعملهم، لو مش احنا هيبقى حد من صحابنا، لو مش حد من صحابنا هيبقى حد من اهلنا. والخمس عادات اللي زي ما قلنا سريعا تاني، هو ان انت بتاكل من بره، تاكل اكل كتير، اكل سريع، اكل مش صحي. هتحله ازاي؟ بان انت تاكل اكل بيتي، تاكل اكل فيه خضار وفاكهه، الياف كتير، بقوليات، الرز والمكرونه والحاجات دي كلها، لو اتعملوا بطريقه كويسه هيبقوا كويسين جدا، ومصدر كربوهيدرات وطاقه عالي جدا. تاني حاجه كانت قله النشاط البدني، ان انت ما بتتحركش. تتحرك، الحركه بركه زي ما بيقولوا. فما تفضلش قاعد طول الوقت، لو انت طبيعه شغلك انك قاعد، قوم افصل، قوم اتحرك، قوم اعمل حاجه وارجع تاني. ان انت ما تنامش كويس، دي كارثه كبيره، كارثه كبيره. نام بدري، او ماشي لو مش هتعرف تنام بدري يبقى نام مده كويسه، ما تنامش وانت ماسك في موبايل في ايدك، ما تشربش كافيين قبل النوم، ما تسهرش على فيلم، ما تسهرش على ما اعرفش ايه كذا كذا كذا، ما تحطش قدام نفسك مشتتات وتقول انا ما بعرفش انام ليه، ما بتعرفش تنام. والموضوع خلاص قلب معاك بان انت ارق ومش عارف تنام خالص، ممكن تجيب حاجه اسمها اشوجندا او مغنيسيوم. كل الكلام ده كويس جدا، بيتاخد قبل النوم قرص مره واحده قبل النوم، هيساعدك على انك تخش في مود النوم على طول والاسترخاء. رابع حاجه كان شرب الميه. شرب الميه زي ما قلنا وضحنا مهم جدا، ان طول ما انت ما تشربش ميه هتسقط، هتبقى مرهق، في جفاف، مش مركز. فانت محتاج تشرب ميه كتير، ميه بكميه كويسه، ما تشربش ميه مره واحده، يعني يبقى طول اليوم قاعد كده وتيجي مره واحده على العصر تروح شارب 2 لتر كامل، لا. قسم الميه دي على مدار اليوم، اشرب 8 كوبايات على الاقل. بس خامس حاجه كان ان انت ما تفطرش، ودي كانت الكارثه الخامسه، الكارثه الكبيره، الكارثه الاعظم. زي ما قلنا هتحلها بان انت تاخد فطار سريع او تاخد فطارك معاك، المهم ان انت ما تفضلش قاعد وقت طويل من غير فطار، لان دي زي ما قلنا دي اعظم كارثه. بس ولو حد عايز يسال في اي حاجه ليها علاقه بالتغذيه، بالتمرين، باي حاجه، اكتبها لي في كومنت او ابعت لي، اكونتاتي كلها تحت. بس والفيديو ده كان سريع لذيذ خفيف كده، وعايز رايكم نتكلم عن ايه تاني في الفيديوهات الجايه. وبس، سلام.